اهو الشعرية مفرودة وبتروح معاك وتيجي بكل سهولة. اهو زي ما انتم شايفين كده، دي النهاية. تعالوا بقى يا اخواتي، النهاردة رمضان كريم، كل سنة وانتم طيبين. النهاردة اعلمكم ازاي تدرج وازاي ترسم او تعمل خط او تستشور. زي ما انتم شايفين اهو يا اخواتي، عملت الحز الاول بتاع المكنة، وبعد كده خدت الشعر بالزيرو. واهو اهو دي مكنة زيرو يا جدعان. اهو زي ما انتم شايفين. بعد كده جبت المكنة الكبيرة وقمت جاي منزل الدراع، وبدأت اخد الحز اللي هو بتاع الزيرو خالص، وما بين الزيرو وبين الواحد. وزي ما انتم شايفين اهو يا اخواتي، نتابع مع بعضنا. كده خلصت ديركت الحز وجبت الموس، ودلوقتي اهو بعمل بالموس يا اخواتي، بحدد بالموس. ما تنسوش تصلوا على النبي، صلوا على النبي، ومحدش يجري حاجة من الفيديو، ويا رب كله يستفيد. وهو يا جدعان الخط اهو، انا ماشي واحدة واحدة عشان كل اخواتي يتعلموا، وكل اخواتي اللي محتاجين يعرفوا اي حاجة من الفيديو يبقوا عارفين. اهو يا اخواتي، طبعا هنا بعمل خط وبعمل اكس. صلوا على النبي اهم حاجة عليه افضل الصلاة والسلام. طبعا عارف ان في ناس هتقول لي ايه يا عم، رمضان ما جاش عندكم ولا ايه؟ بس والله ده حسب طلب الزبون. وهو يا اخواتي هنا بننشف الشعر عشان نعمل الاستشوار. اها، طبعا لازم تدوس على الشعراية مرة واتنين وتلاتة عشان الشعراية تتفرد معاكوا يبقى شكلها حلو. اهو طبعا انا جايب لكم من كل جنب كده حاجة بسيطة. اهو يا اخواتي، حاول تتني الشعراية كده بالفرشة وانت بتستشورها عشان الشعراية تقوم معاك وما تبقاش مكسورة من تحت. اهو زي ما انتوا شايفين اهو. وده طبعا كريم الاستشوار اهو يا جدعان. اهو عشان الناس اللي كانت بتسألنا على الكريم، بتحط الكريم بقى على الشعر ازاي بعد الاستشوار. اهو تاخد الجناب الاول، بعد كده بتدعك الشعرية من فوق بايدك كده عادي على بسيط، على الماشي. اهو يا اخواتي، كده انا حطيت الكريم ولسه ما سرحتش ولا خصلت. هنا بقى يلا نبدأ نخصل يا اخواتي الشعر. اهو بنسرح الشعراية كده على حسب القصة اللي احنا عاوزينها. عاوزين القصة مثلا اللي قدام هنسرح بالشعر اللي قدام، عاوزين القصة اللي ورا هنسرح الشعر اللي ورا. واهو هنا بقى بنمسك الخصل اهو، زي ما انتوا شايفين اهو، كله يصلي على النبي. هنا نمسك الخصلة خصلة كده، نحاول بصوابعنا الاتنين نجيبها واحدة واحدة. اهو زي ما انتوا شايفين اهو. اهو يا اخواتي، كله يتعلم وكله يشوف، وباذن الله اي حد محتاج اي حاجه انا عنيا ليه. واهم حاجه ما تنسوش برضك لو بتستفيدوا حاجه تعملوا اشتراك على قناه اليوتيوب، وتعملوا لي متابعه هنا على التيك توك، وتدعموني يا اخواتي. اهو يا جدعان الشعر من فوق بيتسرح كده طبعا بعد ما بتضم عشان ما تبوظش التخصيل. واهو هنا برضك هنخصل الجنب التاني. اهو يا جدعان، امسك الخصله اللي انت عاوزها بالظبط وهي تيجي معاك مظبوطة. اهو شايفين اهو، بصوابعي الاتنين بضم الشعراية، وبصابعي بخرج الخصلة اللي انا عاوزها. اهو زي ما انتوا شايفين اهو يا اخواتي. اهو تعالوا بقى نشوف الشكل بعد ما خلصنا خالص. لازم تسرح الجناب اهم حاجة عشان تدي معاك شكل كويس. كده بقى خلصنا الاستشوار يا جدعان، وخلصنا الحلاقة، وخلصنا التدريجة والخط. اهو كله يقول رأيه. اهو اتمنى يا اخواتي ان يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا باي حاجه، وانا عناية ليكم. اي حد محتاج اي حاجه يقول لي عليها. وما تنسوش تدعموني وتعملوا متابعه على التيك توك واشتراك على اليوتيوب.